قيمة اليوم مباراتين في بطولة كاس السوبر المصري. مباراتين النهاردة كانت أول مباراة كانت على المركز الثالث والرابع، كانت بين فريقي نادي بيراميدز ونادي سيراميكا كليوباترا، وانتهت بفوز نادي بيراميدز بضربات جزاء 5-4. أما المباراة التانية كانت بين فريقي النادي الأهلي ونادي فيوتشر، وانتهت بفوز نادي الأهلي بأربع أهداف مقابل هدفين. أكلمكم الأول عن المباراة الأولى اللي اتلعبت النهاردة على المركز الثالث والرابع، كانت بين فريقي بيراميدز وفريق سيراميكا كليوباترا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. أحرز هدف سيراميكا أحمد القندوسي في الدقيقة 70، واتعادل لفريق بيراميدز مصطفى فتحي في الدقيقة 78. والمباراة انتهت بفوز نادي بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، وبكده بيراميدز تفوز بالمركز الثالث. أما فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الرابع. أما المباراة التانية كانت على نهائي البطولة، وكانت تجمع بين فريقي النادي الأهلي ونادي فيوتشر، اللي قدر فيها النادي الأهلي أن يفوز بأربع أهداف مقابل هدفين. أحرز أهداف النادي الأهلي كهربا في الدقيقة 13، حسين الشحات في الدقيقة 34، أنطونيو موديست في الدقيقة 114، وكريم فؤاد في الدقيقة 116. أحرز أهداف فيوتشر عمر السعيد في الدقيقة 76 ومحمد محمود في الدقيقة 81. وبهذا النتيجة يفوز الأهلي بكأس السوبر المصري بجدارة واستحقاق. النادي الأهلي قدم مباراتين في هذه البطولة بمنتهى القوة، أداء ونتيجة، وفعلا يستحق البطولة. مبروك للنادي الأهلي وجمهوره. أما فريق فيوتشر قدم النهاردة مباراة جيدة جدا، وكان ندي حد كبير للنادي الأهلي في الشوط الثاني، وقدر بعد ما كان مغلوب بهدفين مقابل لا شيء قدر انه يرجع للمباراة التانية وانه يتعادل. ولكن بخبرة لاعبي النادي الاهلي قدروا انهم يحسموا المباراة في الشوط الثاني الاضافي. في هارد لك لفيوتشر، ومبروك للنادي الاهلي بالفوز بالبطولة. اتكلمنا عن مباراة السوبر المصري النهاردة، المباراتين اللي اتلعبوا، مباراة الثالث والرابع ومباراة النهائي. هنتكلم دلوقتي عن بطولة الدوري الانجليزي اللي كانت بتتلعب فيها النهاردة مباراتين. في مباراة بتتلعب في نفس التوقيت اللي بكلمكم فيه دلوقتي بين فريقي الارسنال وفريق ويست هام، وفريق الارسنال متأخر دلوقتي على ارضه قصاد جمهوره بهدفين مقابل لا شيء لصالح ويست هام. اما المباراة الاولى التي اقيمت اليوم كانت بين فريقين برايتون وتوتنهام، وانتهت بفوز برايتون 4-2. لو انتهت مباراة أرسنال وويست هام بهذه النتيجة بخسارة الأرسنال هيفضل زي ما هو في المركز الثاني برصيد 40 نقطة. عارفين ان ليفربول كسب امبارح وبقى 42 نقطة المركز الأول. على العموم لسه مباراة الأرسنال وويست هام لسه ما خلصتش، يمكن فريق أرسنال يعدل النتيجة. حتى لو خسر أرسنال فالأرسنال فريق كبير ويقدر يرجع تاني في المباريات القادمة. دلوقتي هنشوف أهداف مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي خارج أرضه 3-1. فادح وقاتل يا بيكفورد في الأربع دقائق الأخيرة من عمر المباراة. دلوقتي هنعرف ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الأسبوع 19.
انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناه واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد انا بقدمه يوصل لكم. شكرا لكم.